اهلا بيكم في الفيديو رقم 15 من سلسلة شرح ال ISTQB Foundation Level. يلا بينا نبدأ مع بعض مع التست ديزاين. طيب التست ديزاين باختصار كده ان احنا نعمل تصميم للكونديشنز اللي عندنا او التست كونديشنز اللي خدناها، نعمل لها تصميم لتست كيسز او نعمل ديزاين للتست كيسز. تمام، يبقى احنا حولنا الكونديشنز او حولنا الشروط اللي عندنا الى تست كيسز. تمام، وكمان نوصل للتولز او نجيب التولز اللي انا هستخدمها اللي بنسميها التست ويرز، اي حاجه ليها علاقه بالتستنج او اي حاجه يتطلبها التستنج. تمام، زي مثلا الوثائق او الريكويرمنتس. تمام، اللي بتوضح الهدف من التستنج اللي انا بنعمله. وكمان بنحدد في التست ديزاين الكفرج ايتم اللي انا عايز نغطيها او الايتمز اللي انا عايز اعمل لها كفرج ونختبرها. تمام، وتساعدني كمان ان انا احدد البيانات اللازمه علشان استخدمها لكل تيست كيس منفصلة. ده بنقدر نحدده فين؟ في مرحلة التست ديزاين. في التست ديزاين بنستخدم تكنيكس مختلفة، هنشوف الكلام ده في شابتر 4، زي الايكوفالنت بارتيشننج وزي الباوندري فاليو اناليسيز. والتكنيكس دي هنفهمها اكتر بالتفصيل ان شاء الله في شابتر 4. وشوية كده اديني بس ثانيتين اكمل الكلمتين دول وهديك مثال على الحاجات دي. التكنيكس دي هتساعدني في تصميم التست كيسز، كمان هتساعدني ان انا احدد نوع الداتا اللي انا هاخدها علشان اتست بيها. تمام، المفروض كمان في مرحلة التست ديزاين بحدد او ايوه بحدد او بصمم الانفايرمنت اللي انا هشتغل عليها، سواء كانت بقى الانفايرمنت ديت سوفت وير او هاردوير او نتورك او وات ايفر، اي حاجه ليها علاقه بالتست او استخدمها في التست بنسميها environment، وبحددها في مرحله تيست ديزاين. ونحدد كمان التست وير زي ما قلنا في او زي ما قلت لك من شويه. نقدر نقول باختصار ان التست ديزاين ده بيجاوب على سؤال احنا بنختبر ايه. تمام، او هاو تو تيست. تمام كده، او احنا معلش احنا بنختبر ازاي، هاو تو تيست. تمام، لكن هنا وات تو تيست اللي احنا بنختبر ايه دي علاقه بالتست اناليسيز، انما هنا هاو تو تيست. طيب آه، ازاي بنحدد او بنكتب بقى زي ما قلت لك كده التست كيسز، او بنحول التست كونديشنز تست كيسز؟ زي مثلا ان انا عندي موقع هسجل عليه حد كاستمر هيسجل عليه، فهيدخل يوزر نيم وهيدخل باسورد مثلا. فانا بعمل دي كده الريكويرمنت، سواء انا عندي موقع وحد او في كاستمرز هيسجلوا عليه. فانا عايز اقول ان انا عايز اعمل تيست كيسز للريكويرمنتس ديت، ان الناس دي هتسجل ازاي، عايز اليوزر نيم مواصفاته ايه، عايز الباسورد مواصفاتها ايه، طول الباسورد ايه، في سبيشال كاركترز ولا ما فيش. يعني حاجات شبه كده. انا خلصت شرح، تعالى نقرا اللي مكتوب، هتلاقيه نفس اللي انا قلته لك. test design include elaborating the test condition into test cases. نحول التست conditions اللي كانت هنا حددناها في test analysis لتست cases، وكمان نحدد التست ويرز اللي احنا هنستخدمها، منها التست تشارترز، ودي هنشوفها في شابتر 4 ان شاء الله بالتفصيل، او هيبقى فيه هنت عليها. These activities often involve the identification of coverage items. هنحدد او هنعرف الايتمز اللي انا عايز اغطيها. حلو كده، ده بيكون في مرحله التست ديزاين زي ما قلنا برضو. which serve as a guide to specific test cases inputs، واللي هتساعدني ان انا احدد الانبوتس او المطلوبه لتست كيسز معينه. تمام، واللي بيساعدني في كده زي ما قلت لك التست تكنيكس زي الايكوفالنت بارتيشننج، ان انا بيبقى عندي اكتر، بقسم التست كيسز بتاعتنا لبارتيشنز وبنسميها ايكوفالنت بارتيشنز، وباخد قيمه في النص كده تعبر عن البارتيشن. وزي الباوندري فاليو اناليسيز، ان انا مثلا لو عندي قيمه من 0 لحد 100، فانا بعمل تيست عند الباوندريز اللي هي الحدود، فباخد مثلا 0 و1 هنا، وباخد مثلا هنا عند 100 و101 مثلا يعني. فدي اسمها تكنيكس، وهنعرفها اكتر في شابتر 4. بتساعدني ان انا احدد او افهم اكتر التست كيسز بتاعتي اللي انا هعمل لها ديزاين هنا في مرحله التست ديزاين. كنا وصلنا كان بي used support the design also include defining test data requirements. برضو التست data اللي انا عايزها
للتست كيسز بتاعتي اللي انا بفهمها برضو من requirements design ده environment زي ما قلت لك، والenvironment قد تكون hardware software network ماشي. and divide the necessary infrastructure and the tools اللي انا عايزها، سواء كانت مثلا سوفت وير برضو، او سواء كانت التول اللي انا شغال عليها، سواء كنت شغال على اوتوميشن، شغال على مانوال، شغال مثلا على براوزر معين، شغال على موبايل معين. The design answers the question how to test، ازاي نتست. whenever التست اناليسيس بيجاوب سؤال what to test، فانت لازم تكون فاهم كويس جدا الفرق ما بين الاثنين دول، عشان بيجي عليهم اسئله كتير في الامتحان. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله.